شرط ثلاثة واش التليفون تهرب دو كتكويه كتمارس عليه العنف كتشدو كتكويه كتشدو خشات لي الصبع في عينيه هرست ليه النيف بز منو الدري خاصو يدير داكشي. السلام عليكم، شكرا لصوت العداله اللي جات تصنت للصوت ديالنا والنداء ديالنا من هذا المنبر. هاد الناس ناس عصابه كتكون تجاره في البشر. طفل قاصر مشى على اساس خدمه، لقى راسو كيتواجه بز منه في مالها ليلي. هو كيخدم بالنهار في ريستورون وبالليل كتوجهو بمالها ليلي غصبا عنه كدير ليه الماكياج وكتزيدو بزز، ومني ما كيبغيش يمشي ليها كتشدو كتكويه كتمارس عليه العنف كتشدو كتكويه كتشدو خشات ليه الصبع في عينيه هرست ليه النيف بز منو الدري خاصو يدير داكشي. هادو كاينين جوج بنات ومعاهم واحد. راه واقيلا وريت لك الفيديو راك شتي عندك كل شيء. الفيديو راه تلح كل شيء. راه تقريبا الناس راه شافوها جزء منه. ودابا انا حاليا عندي 10 الفيديوهات منهم على 13 فيديو اللي عندي. يعني الدري متضرر 100%. واحد الحسانه داروا ليه راسو ما عمرها ما كانت ولا على البال ولا على الخاطر. الحمد لله انه جانا سالم، واخا حالته النفسيه ما كتطمنش بالخير ما كتطمنش بشي حاجه زوينه. وهو دابا عنده اكتئاب حاليا عنده اكتئاب وراه ما قدرش يهضر حتى في المحضر. راه قالها شي حاجه وما قالش كل شيء. الدري الا ما كانش الا ما بغاش يدير لهم كيديروا ليه فيديو كيقولوا ليه انت شفرتي وانت درتي قول اعترف. الدري بز منه كيقول شي حوايج ما ديرهمش. خاطر عملنا حرقوا لي البطاقه الوطنيه داروا لي واحد التعذيب يعني هذاك احنا كمغاربه مثل التعذيب. خويا راك شتي البطاقه الوطنيه كيفاش حرقوها والتليفون كيفاش هرسوه وراك شتي الجسد ديالو كيفاش عريان وراك شتي كيفاش البوسان ديال اليدين والبوسان ديال الرجلين. راه بزاف د الحوايج. راه الفيديوهات راه فيهم تفاصيل قاطعه. بس حسبي الله ونعم الوكيل في كل من هو ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل. انا كنوجه رسالتي السي الحموشي وكنوجه رسالتي النيابه وكنوجه رسالتي للسلطات حيت هذا الشيء كثير. وكنطالب بهم يشوفوا الفيديوهات ويشوفوا التعذيب اللي تمارس على هذا الدري. راه حرام وعيب وعار. حنا مسلمين كما يكون. السلام عليكم اخوتي واخواتاتي، كي دايرين؟ اموركم مزيانه؟ اليوم بدلت لكم اخوتي واخواتاتي، ما قلتش لكم الحباب. المهم اخوتي الا سمعتوا شي تخرشيش ولا شي حاجه في الفيديو راكم عارفين مع السخانه حالين الشراجم كلهم تاع الدار. سمعتوا اخوتي هذا الفيديو ديال واحد السيده كتهضر على ابن الاخ ديالها بانه مشى لتركيا وعلى حسب ما كتحكي بانه قاصر. المهم هذا ماشي موضوعنا، يعني احنا غادي نقولوا الام على صفاته، دونك ما نهضروش حنا من هذا الشق. حنا غنهضروا من الشق الثاني ديال مشى لتركيا والمشكله مشى مع شي بنات مغربيات جوجات وقالت لك بان الصاحب ديالهم تلقاهم في تركيا. ملي وصل تما يعني هو دري عنده ديبلوم تاع الفندقه، يعني يمشي يخدم في لي ريستورون. ما نقدرش نقول لكم واش الدري 17 عام ولا 16 عام، قاصر غيكون 17 ولا 16، واش اصلا غيقدر يكون عنده شي ديبلوم في هذا السن هذا. والله اخوتي ماني عارفه، قولوا لي. مشى تما ودوك السيدات اللي داوه اكيد غيكونوا داوه بالفلوس وجابوا له شي كونطرا مزوره ولا شي لعيبه ولا بلا كونطرا، جوست بالفيزا وداوه. كتحكي قالت لك بانه الصباح كيخدم في المطعم وفي العشيه لما كيدخل، راكم شفتوا الفيديو، كيبغيو الدري شويه زوين وعاطي العين كيبغيو يوجهوه للدعاره، المحلات ديال الدعاره باش يشتغل يعني في الكلوبات. وانتم عارفين بان تركيا فيها المثليين كيخدموا اكثر من البنات، وكتعرفوا بان تركيا دوله بتحمي المثليين، يعني كتير اللي دايرين فيها اللجوء الجنسي.
ومنهم هذاك اخونا اللي نصو مرا ونصو راجل. اذا الولد رفض، حيت كل الولد رفض ما غاديش يضربوه، ما غاديش يديروا له دوك الفضيحه، ما غاديش يحيدوا ليه الباسبور تاعو، ما غاديش يحيدوا ليه لاكارت لا بياس ديدونتيتي تاعو تاع المغرب. المهم هما يا ملي سمعوا هاد الشيء يعني بعثوا له الفلوس ورجعوه هو دابا قالت بانه رجع ومشى وجد، مشى قدم شكايه عند البوليس. دائما مشكله ولادنا وبنياتنا اللي كيمشيو للضياع، شكون اللي كيديوهم مغربيات. انا ما كنهضرش على المغربيات كلهم، دائما كنكررها في الفيديوهات ديالي. واحد الشق من المغربيات، واحد الفئه منبوذه هي اللي شوهتنا وشوهت سمعه المغرب، هما اللي داوه. يعني ما مشاش بوحدو، والاتراك العصابات تاع الاتراك ماهيش جات عندنا المغرب وداتهم. عصابات الاتراك مخدمه شي منبوذات، وهذوك المنبوذات كيتاجهوا العوائل البسيطه، كيتاجهوا المعامل، كيتاجهوا البنات اللي خدامات هكا شي حاجه كيديروها يدويه، وكيضحكوا لهم على عقلهم بحجه الزواج، وفي الاخر كيلقاو روسهم في الدعاره في تركيا. ما كاين لا زواج لا استحمص. وملي كنهضروا كيطلعوا لينا شي وحدينات كيخرجوا فينا عينيهم. انا والله العظيم لو وليت نحشم نقول مغربيه، واكيد الراجل المغربي هو تا هو اللي يحشم يقول مغربي، لان هذا الشيء راه ولا بزاف 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 فوق القياس. يعني الولد بغيتي تديه، حنا عارفين الغلط من والديه علاش يصيفطوه في داك السن، ولكن تديه وتكرفصي عليه ولد بلادك، اذا انت ما فيك خير. انت عارفه ام شنطات واللي كيخدموا في الدعاره، عارفه المشارقه شنو كيقولوا انا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. نتوما كديروا انا والغريب على ابن عمي، عندكم داكشي بالمقلوب، حيت كيهمكم غير مصلحتكم وشويه الفلوس تجيبوهم معاكم، صافي هادشي اللي كيهمكم. سيروا ديروا بلاكم وسيروا تدرقوا علينا. دابا هادي حتى هي راه كان مثلا راه حتى هي غادي نقولها، هاد العمه اللي طالعه وكتغوتي. اولا نتوما يا باعتين الدري في عمره 16 عام، اللهم لا شماته، 16 ولا 17، المهم قلتي قاصر وممكن يكون قل. ودابا طالعي كتقولي كناشد السي الحموشي، كناشد. وانتوما السي الحموشي اش يدير لكم؟ واش نتوما السي الحموشي نهار صيفطتوا ولادكم مشيتوا خديتوا موافقه من عنده؟ كتشدوا كتسمعوا الفلوس كتقطعوا الطيارات كتصيفطوا ولادكم. اذا نتوما حرين، كل شيء تعلق من كراعه. الولد بقى فيا، الولد على داكشي اللي شفت بقى فيا. خاصهم يساعدوه، خاص جمعيات تتدخل، وخاص لازم يكون واحد يعني واحد ما عرفتش غادي نقولها، غادي تخرج ليا يعني يكون واحد التفتيش في المطار، بالاخص على البنات اللي طالعات لتركيا، وعلى الولاد القصر اللي طالعين لتركيا. خاص يكون تفتيش تام. طالعه لتركيا اش طالعه ديري، فين هو العقد العمل ديالك، والولد طالع مع من طالع، وفين هي الموافقه. ماشي اي حد يشد المطار غير لقيتو الفيزا ما كايناش، شد المطار قطع وروح دور في الشوارع. تركيا راه حنا عارفين بان فيها تجار البشر خطير، بحال الافلام اللي كتضلوا تفرجوا فيهم. ولكن الحاجه وحده عاوتاني بغيت نسال الولد الصغير هذا، يعني لما هما تاجروا فيه علاش ما هربش على البوليس، عند البوليس التركي، مع العلم بان تركيا مسينيه قوانين دوليه كتفرض عقوبات مشدده على اللي كيقوموا بمثل هذه الجريمه. مثلا كيحتاجوا شي شباب، ولا كيخدموا شي بنات في الدعاره، ولا شي تهريب، ولا شي لعيبه بحال هكا. اذا انا مانيش عارفه علاش. ثالثا البوليس ديالنا ما عرفتش علاش ما قدمش شكوى يعني في الخارجيه، ويحاولوا كاع ولادنا يدخلوهم، كاع ولادنا اللي كاينين تما يدخلوهم. واش عارفين الاتراك مسكوا شباب صغير سوريين من اللاجئين وخدموهم في الدعاره؟ لان الدعاره كتمشي تاع المثليين كتمشي اكثر من تاع البنات. واكيد هما كيتفرجوا كيشوفوا كتطلع لهم ديك صوفيا طالوني، وكيطلع لهم بزاف منهم هما راه وجوه عديده في تركيا،
كيشوفوا لابارتمون وكيشوفوا كيقولوا راه كاين الفلوس. لا حبابي، تركيا ما فيهاش فلوس، تركيا خدم على دراعك. ودائما كنقول وكنعاود، يا ريت الكمارات اللي ساكنه تما يخرجوا ويقولوا لنا الحقيقه، ما يبقاوش يكذبوا على بنات ولادنا وولاد بلادنا. واي سمساره لازمها يتبلغ فيها بالاسم وبالصوره، لان المشكله راه ولاو سمسارات مغربيات هما اللي كيمشيو تما. والله العظيم لهذا الموضوع درنا في خاطرنا وحق الله. يا ربي ديرنا تاويل تاع الخير، ويا ربي تحفظ بنياتنا ووليداتنا وبنياتكم ووليداتنا. هذا هو الفيديو اخوتي، يا ريت ديروا لنا لايك وتبارطاجيوه لينا باش نحميو المحتوى ديالنا ويوصل لعدد كبير من الناس اللي باقيين غالطين وباغين يصيفطوا وليداتهم ولا بناتهم لتركيا. تركيا انا كنشوفها الضياع بعينه بصراحه. مع السلامه اخوتي، ليله سعيده وشكرا.